السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكون خير. ما نبدأ به الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا يا بنات انا بقدم فيديوهات كده، ربنا يصلح حالنا وحالكم اجمعين يا رب العالمين، والقناة تكبر بيكم وليكم. اتمنى اللي يشوف القناة لاول مرة تعمل اشتراك ولايك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اللهم ارحم امي وامهات المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا موضوع حلقتنا النهاردة: ما تخافش من الست اللي اتعودت تشيل المسؤولية. ما تخافش من الست اللي اتعودت غير من الست اللي اتعودت على المسؤولية. هتلاقي طلباتها قليلة عشان هي متعودتش تطلب، بس لو طلبت واتخذلت يبقى انسى انها تطلب اي شيء تاني. بيبان لك وللناس انها قوية، بس في الحقيقة هي طفلة من جواها. مش هستنى حد يعمل لها حاجة عشان هي متعودة. مش هتستنى حد يعمل لها حاجة عشان هي متعودة تعمل كل حاجة بنفسها لنفسها ولغيرها كمان. مش بتندمج غير مع اللي على واخد عليهم، والباقي تكفيهم المجاملات البسيطة. هتصرف من دماغها، هتتصرف من دماغها وهتتحمل النتيجة عشان هي متعودة تختار قراراتها دايما، وبتتحمل نتائجها بمنتهى الشجاعة. حواليها دايرة صغيرة من الناس بتختارهم بعد وقت طويل جدا. ما عندهاش قدرة للجدال الطويل والنقاش الكتير. ما عندهاش رفاهية الوقت للعتاب والمناهدة. هتلاقيها واقعية، يا ابيض يا اسود، وما عندهاش رمادي، وتقف في وشك وتقول للأعور انت أعور ومحتاج تتعالج، او هتسيبك وتمشي بالعتاب. بتستحمل وصبورة قوي، بس عند لحظة معينة بتنفجر، وساعتها ما بتحسبهاش خالص. لو احتجت منها اي حاجة في اي وقت هتلاقيها موجودة جنبك، عشان هي تركيبتها البشرية جدعة. جدعة وما تقدرش ما تخدمش لو في ايديها. يوم ما بتدخل في علاقة حب او صداقة بتبقى ام واخت وصاحبة جدعة جدا. بتستحمل وصبورة. بتستحمل وصبورة قوي، بس عند لحظة معينة بتنفجر، وساعتها ما بتحسبهاش خالص. لو احتجت منها اي حاجة في وقت اي وقت هتلاقيها موجودة وجنبك، عشان هي تركيبتها البشرية جدع وما تقدرش ما تخدمش لو في ايديها. يوم ما بتدخل في علاقة حب او صداقة بتبقى ام واخت وصاحبة جدعة جدا، بس اما تقرر تمشي بتمشي، وعمرها ما بترجع في قرارها، عشان بتكون حسبتها جدا، وجابت اخر طاقتها في كل شيء. لو انت مش قدها ما تقربش منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا بنات الست اللي بتشيل المسؤولية دي ست جدعة وصبورة، تصبر على حالها. في ياما ستات في مجتمعنا شايلة المسؤولية لوحدها بعيد عن الراجل. الراجل شايل مسؤولية وما بيصدق ان هي تاخد العيال وتمشي، بتشيل مسؤولية نفسها او مسؤولية اولادها. طبعا أنا برفع القبعة لكل ست محترمة بتشتغل وبتصرف على عيالها، ست عارفة المسؤولية بجد، حتى لو هي معاها الراجل. الراجل دايما بيبقى مكبر دماغه. في رجالة غير كده خالص، احنا بنشكرهم طبعا عشان ما نظلمش اي واحد فيهم. الراجل الجد اللي بجد، الراجل اللي بجد انا بكررها، اللي يقدر يستحمل مسؤولية بيته وعياله ومراته. ليه انت متجوزها؟ ليه انت شايل مسؤولية؟ وما بيحصل حاجة العيل بتقول لها انت اهملة، انت اللي مهمل، انت اللي سبت ولادك وانت اللي رميتهم، انت اللي ما تخافش ان انت تشيل المسؤولية، ما تعودتش انت تشيل المسؤولية. امك وابوك ما عودوكش تشيل المسؤولية. حسبي الله ونعم الوكيل في كل راجل ما يقدرش مراته، في كل راجل ما يستحملش مسؤوليته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انا بشكركم جميعا، واتمنى الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن. شيروه مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، لان فعلا الفيديو ده كلام من القلب للقلب، وان شاء الله باذن الله هيوصل. انا حاسه كده ان ربنا هيكرمني بيه. ليه؟ لان فعلا ستاتنا كتير في ظروف احنا صعبه، الراجل يصرف لوحده او الست ان هي تبقى لوحدها بطولها، تخدم عيالها وتشتغل وتصرف. ايه طاقة الست؟ ايه هي الست طاقة؟ الست ملهاش طاقة زي الراجل. الراجل يقدر يصرف ويقدر يشتغل 100 شغلانة في اليوم عشان يكفي بيته، يكفي ولاده، وكفي بناته لو ليه بنات، يكفي الدنيا كلها لو هي معاه. بيشتغلوا مرة واتنين وشغلانة بعد الظهر وبعد المغرب، ما بيناموش يعتبر في الزمن اللي احنا فيه الا ساعة او اتنين. وفي رجالة مكبرة دماغها
مكبرة كل حاجة على الست. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما بيستحملش او بيتحمل مسؤوليته. والسلام عليكم ورحمة الله.